هو ازاي تجيب واي بروتين من مكان موثوق، شركه نظيفه دافع فيه فلوس قد كده، ورغم كده يحصل لك مشاكل في المعده زي كده؟ لا وصاحبك ياخد منه عادي ما يحصلوش حاجه، يبقى كده اكيد في مشكله من طرف تاني. مش هياخدني موت بغيظك، انا حلو اهو. فالمشكله هنا مش في المنتج، لكن في انزيم معين مش شايف شغله كويس في جسمك، والانزيم ده اسمه اللاكتيز، اللي بدوره بيكسر نوع معين من الكربوهيدرات اللي موجود في الالبان واسمه اللاكتوز. فالمشكله ان في ناس بيبقى عندها نقص في الانزيم ده، فعشان كده ما بيعرفوش يهضموا منتجات الالبان، فبيحصل لهم لاكتوز انتوليرنس، فعشان كده بيحصل الم في المعده ومشاكل واضطرابات في الجهاز الهضمي بسبب اي حاجه من مشتقات الالبان، سواء لبن، جبنه، او حتى الواي بروتين كونسنتريت. وطبيعي ان يحصل لك مشاكل في العمليه الهضميه حتى لو جايبه من مكان موثوق من شركه كويسه، لان بكل بساطه في اللاكتوز اللي هو مشتق من منتجات الالبان. فلو بيحصل لك مشاكل منه فممكن تاخد واي بروتين ايزوليت او الهيدرولايز، لانه بيعدي بمراحل فلتره اكتر، فبيشيل كل اللاكتوز اللي بيعمل لك حساسيه ومشاكل في المعده. لكن هنا برضو لو بصيت على القيم الغذائيه هتلاقي فيه جرام فات، نص جرام من الكارب، حاجات كده بسيطه قوي. لكن لو عايز تعزل خالص ففي منتج اسمه الايزو بيور، حرفيا زيرو كارب زيرو فات، تاخد بروتين بس، وده افضل قيمه مقابل السعر بتاعه، لان جودته وسرعه امتصاصه عاليه جدا وما بيعملكش اي مشاكل في العمليه الهضميه. غير كده اقل كالوري هتلاقيه فيهم كلهم. ولو عايز تطلب اي منتج من دول ممكن تجيبه من موقع ايفيت، تاخد اعلى خصم لما تستخدم برومو كود سي ماجد 5. سلام.